كسرولة على النار اهو. سخنتها شوية. احنا عشان عايزين المقادير، المقدار كبير شوية بتاعت التوفي كراميل، فانا هعمل كوبايتين. هنحط هنا كوبايتين سكر، ادي كوباية اهي. وادي التانية كمان اهي. هنسيبهم بقى كده يتكرملوا. احنا مش هنقلبهم طبعا الا لما يتكرملوا كده عشان ما يخرصش مننا ويبوظ، على نار هاديه. كسرولة على النار اهو. سخنتها شويه. احنا عشان عايزين المقادير، المقدار كبير شويه بتاعت التوفي كراميل، فانا هعمل كوبايتين. هنحط هنا كوبايتين سكر، ادي كوبايه اهي. وادي التانية كمان اهي. هنسيبهم بقى كده يتكرملوا. احنا مش هنقلبهم طبعا الا لما يتكرملوا كده عشان ما يخرصش مننا ويبوظ، على نار هاديه. قربت تتعمل اهو. بس اهم حاجه ما تستعجليش عليها وتعلي النار. لو عليتي النار الكراميل بتاعك هيتحرق وهيبقى مرر ومش هيديكي نتيجه مرضيه يعني. فاهم حاجه تصبري كده عليه وتقلبيه لحد ما كل فتافيت السكر دي تسيح وتختفي. ده كده خلاص اللون المطلوب. طبعا ده كريم كراميل كده اقتصادي يعني، بس انا جايبه لكم احلى طريقه. هنحط معاها ايه بقى؟ الكوبايه اللي عايرنا بيها السكر هنعاير بيها الميه دي. كوبايه ميه مغليه هنحطها كده في النار. وهنقلب كده. طبعا اول ما تحطي الميه دي هيبقى فيه تكتلات كده، ما تقلقيش منها، هي هتفك دلوقتي. ما تحط ما تحطيش بقى عليها اي حاجه لحد ما كل التكتلات دي تفك منك. هفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما تسيح خالص عشان ما يبقاش فيها الحاجات اللي انت شايفاها دي. تقعدي بقى تقلبي فيها كده لحد ما تغلي، وتقعدي تقلبي فيها كده. بس خلي بالكم وانتوا بتحطوا الميه او اللبن او الحاجات دي، ما يكونش فيه اطفال جنبكم. انت خدي بالك من ايديكي لان دي بتفور جامد ولسعتها يعني ربنا يكفيكوا شرها. صعبه قوي. فحاولي كده ما يكونش في حد جنبك وتبقى كده على نار هاديه. هي طبعا ليها كذا طريقه. التوفي ده ليه كذا طريقه. انا عملته مره بالنشا وباللبن ومره بالكريمه. ودي طريقه جديده كده حلوه بالشوكولاته البيضاء واقتصاديه برضو. يعني بدل ما هتجيبي لبن هتجيبي بداله شوكولاته بيضاء الخام دي. بدأت تغلي اهي وما فيهاش اي تكتلات اهي ولا فيها اي حاجة. كل ده على نار هادية. خلي بالك. كتير يقولك ايه بتكلكع مننا. لو بتكلكع منك هي ما باظتش يعني، ما ترميهاش. لا اما تضربيها بالهاند بليندر، لا اما في شفشق الخلاط كده زي ما بتضربي اي عصير، هتبقى ناعمة منك وفي منتهى الجمال. نوطي بقى كمان عليها اكتر. وادي كده دي كوبايه شوكولاته بيضه اهي. هنحطها كده هنا عليها بسم الله. انا مكسراها كده عشان تسيح بسرعه. وهنقلبها بقى لحد ما تختفي فيها. رشه ملح اهي. دي خطوه مهمه جدا عشان تعمل معادله بين من السكر ده وما تبقاش الحاجه مسكره قوي. الشوكولاته لسه بتدوب اهي.
هنا خلاص اهو كده خلاص اهو. إيه هنسيبه بقى لما يبرد شويه وبعدين اوريهولكوا واحنا بنصبوه كده في برطمان معقم كده ونضيف. هنطفي عليه بقى وهنسيبه يبرد تماما. الكراميل بتاعنا بارد خلاص اهو، وبصوا عامل ازاي جميل اهو. إيه ده هو كمان كده بره التلاجة طبعا. إيه لما بيدخل التلاجة بقى بيجمد قوي وبيبقى حلو، بيبقى هو بقى عامل شبه المربى كده، عشان كده هو اسمه مربى الحليب. إيه ولو لقيتيه تقل معاكي قوي وعايزه تزيني بيه اي تورتايه اي صبلي اي حلويات عندك دولسي ديليتشي، روح الكريم كراميل ده. بتفكيه كده بحبة مية دافيين أو شوية لبن دافيين، وبتستخدميه بس وبيبقى حلو قوي. هناخده بقى كده ايه بطرمان كده زي ده معقم كده ونجيف، وهنروحوا جايين صابينه هنا كده بسم الله. عايزه اقول لكم للامانه انا بعد ما عملته حطيت لها مكعبين زبده نيوزيلندي، ادت الطعم حلو قوي قوي قوي، خليته كمان غني كده وطعمه بقى احلى. وكمان علشان وشها ما يعملش قشرة كده، وشه ما يعملش قشرة كده ويفضل طري وحلو كده. طبعا انتوا عارفين الكريم الكراميل ده بيبقى غالي بره، احنا عملناه بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة. على فكرة هو مش دي طريقته الوحيدة، لا هو ليه كذا طريقة. انا عملته بكذا يعني طريقة، مرة بالنشا والحليب ومرة بالكريمة. ودي طريقة تانية كده زي ما وريتها لكم كده بالشوكولاتة البيضة. وخلاص كده تقدري تزينيه بقى كده، تزيني بيه كل حاجة انت عايزاها، حلوياتك كلها. هنقفل بقى البطرمان بتاعنا كده كويس، وهنروحوا بقى نشيلوه كده في التلاجة. طبعا هو هيجمد تاني اكتر، هيجمد زي ما قلت لكم كده، يعني تفكوه شويه بشويه لبن او ميه وتقدروا بقى تشتغلوا بيه. لو عجبكم الفيديو بقى يا ريت اللي لسه ما اشتركوش في القناه يا ريت تشرفوني باشتراككم، وما تنسوش اللايك. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.